هذا واحد من الشباب يقول طلعت للدوام وصدمت لي سيارة والخطأ علي كان 100%. نزل صاحب السيارة وقال لي ما أبي منك إلا قيمة الإصلاح. يقول قلت له كم قيمة الإصلاح؟ قال لي 500. قلت ماني معطيك إلا 100 وغير هال100 ماني معطيك، وهذا رقم جوالي، روح الصناعية وشوف كم تسوى. يقول راح الصناعية وسعر الصدمة قالوا له 500. يقول اتصل علي وقلت له ماني بعطيك أكثر من اللي عطيتك. قال له أجل، حسبي الله عليك ونعم الوكيل. يقولوا سكرت الجوال في وجهه. يقولوا بعد أسبوع يطلع فيني حبوب غريب ويبدأ جسمي يحكني. رحت للمستشفى، سووا لي فحوصات، أعطوني علاج ما فاد، وكل يوم أصير أسوأ حال. يقول حتى تنومت من المستشفى قرابة شهر، وقال لي الدكتور أنت فيك مرض غريب بالدم ما نعرف إيش هالمرض. يقول في يوم جات لي أمي وتسألني أنت ظالم أحد؟ ما أخذ حق أحد؟ في أحد تحسب عليك؟ قال لك حسبي الله عليك. يقول وقت ما قالت لي كذا تذكر ذاك اللي صدمته بالسيارة. ويقول وبديت أدور في الجوال أبي أطلع رقم اللي صدمته حتى أعطيه حقه، لكن المشكلة إني مسحت رقمه. يقول في يوم وأنا منوم في المستشفى إلا جوالي يدق، أرفع الجوال إلا صاحب اللي صدمته ويقول لي ما تبي تعطيني حقي؟ يقول إلا والله أبي أعطيك حقك. يقول وأعطي أخوي رقمه وفلوسه وضعفها 3 مرات، وقلت له يعطيه ويتأسف منه. وبعد يومين يقول سبحان الله بدأت الحكة تروح وبدأت الحبوب تختفي وذهب كل شيء كان فيني. الشاهد من القصة انتبه لا تظلم أحد فيكون سلاح هذه الكلمة، فيرفع قضية لملك الملوك سبحانه ويقول حسبي الله عليك. هذه الكلمة عظيمة، والله حكم عدل لا يظلم ولا يرضى الظلم، ودعوة المظلوم مستجابة ليس بينه وبين الله حجاب حتى لو كانت من كافر.